دعا وزير الداخلية محمد حصاد وكلاء لوائح الترشيح في الدوائر الانتخابية المحلية والوطنية إلى إيداع جرد بمصاريفهم الانتخابية داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج اقتراع 7 أكتوبر. لطيفة بن حليمة. أفاد بلاغ لوزير الداخلية أن وكلاء اللوائح مدعوون إلى إيداع بيان مفصل يتضمن بالنسبة لكل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الانتخابية لمترشحي ومترشحات اللائحة المعنية، وجردا بالمبالغ التي صرفت من لدن مترشحي ومترشحات كل لائحة ترشيح أثناء حملتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أو بمقر المجالس الجهوية للحسابات طيلة أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك داخل الأجل القانوني الذي سينتهي يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016. وذكر وزير الداخلية وكلاء لوائح الترشيح بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد كل نائب من عضوية مجلس النواب تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف سالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام القانون التنظيمي المذكور. وأوضح بلاغ وزير الداخلية أن هذه الدعوة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وعملا بأحكام المرسوم الصادر يوم 10 غشت 2016 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتبعا للبلاغ الصادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم الاثنين 10 أكتوبر في شأن دعوة وكلاء لوائح الترشيح الذين تقدموا بترشيحاتهم لعضوية مجلس النواب إلى إيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم.